السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ حبيبة للأكلات والحلويات. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، بتوحشوني من الفيديو للتاني والله. النهاردة هعمل ايه معاكم؟ هعمل النهاردة النجرسكو بطريقة جميلة، ويا رب تعجبكم الطريقة اللي أنا بعمل بيها النجرسكو. ولو عجبتكم الطريقة اوعوا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس والتعليقات الجميلة اللي بتسعدني والله وبتفرحني. تعليقاتكم دي واللايك اللي بتعملوها والاشتراكات بجد بتخلي يومي كله جميل، بتخليني وبتشجعني ان انا اعمل لكم حاجات تانية واصور لكم كل اكلة انا بعملها. نبدأ بقى نقول كده بسم الله واقول لكم المقادير من النجرسكو. الاول نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. ده نص كيلو فيليه انا جبته وقطعته تمام بالشكل ده. هحط عليه الاول قبل ما اقول لكم المقادير، هحط عليه الاول كده ايه، معلقه خل، واحط عليه نص ليمونه. ده في الاول كده، ونخليه على جنب لغايه ما اقول لكم المقادير. كده حطيت عليه نص ليمونه، اقلبهم كده كده بالشكل ده كده. خليهم بقى كده لغايه ما اقول لكم المقادير، وبعد كده ايه نرجع ليه. اول كده نقول بسم الله. المقادير بتاعتنا النهارده، ده طبعا انا جايبه هنا زيتون تمام، وهنا بصل مقطعاه جوليان، وفلفل رومي مقطعاه جوليان برضو، وهنا جبنه رومي وجبنه موتزاريلا، وطبعا هنا ده الدقيق اعمله عشان اعمل بيه البشاميل. هنا بقى التوابل، هنا توم باودر وبصل باودر، وهنا مقطعه قرن فلفل حامي عشان خاطر انا ما رضيتش احط كتير، حطيت هنا قطعه قرن بس. وهنا نص معلقه بابريكا، وهنا نص معلقه قرفه، وده نص معلقه جنزبيل، وهنا معلقه صغيره فلفل اسمر، وهنا كمون، نص معلقه كمون، وهنا نص معلقه توابل، ونص معلقه شطه، ودوت يا دوبك ربع معلقه كركم. تمام. نقول كده بسم الله ونبدا. طبعا ما قلتلكوش هنا وايه، طبعا كوبايتين من اللبن عشان خاطر البشاميل. نبدا نقول بسم الله ونحط التوابل على الفيليه ونشوف كده. نبدا نحط كده توابل كده على البانيه. نحط الفلفل الاسود والكمون كده، نحط هنا خلطة التوابل والكركم والشطة. عايزين تحطوا كركم تحطوا كاري براحتكم، انتوا التوابل دي انتوا بتلعبوا فيها براحتكم. وهنا الجنزبيل والقرفة والبابريكا كده، وهنا نحط معاها الثوم البودر والبصل البودر، ونديها تقليبه كده حلوه كده، نقلبها كويس. طبعا انا حطيت الاول قبل التوابل دي، حطيت نص ليمونه، وحطيت الخل، معلقه خل، عشان تشيل الزفاره، وعشان طبعا ايه بتدي نكهه حلوه كده. حطيت التوابل كده بقى على النار بالطاسه. احط الطاسه على النار كده. احط بقى ايه شويه زيت في الطاسه عشان نشوح الاول الفراخ دي. يا رب طريقتي تعجبكم وتدوني عليها لايك وتقولي لي تعليقات جميله. بصوا انا حاطه على النار الناحيه التانيه، حاطه ايه المكرونه بتتسلق عشان كل حاجه تبقى جاهزه واعملها قدامكم، عشان مفيش حاجه ايه تعطلنا، نعمل كله مع بعض. ادي المكرونه كده، الزيت سخن، هننزل عليه بقى الفراخ كده كده، نديها تشويحه بقى
خلي النار عاليه، ما تخليهاش واطيه، عشان خاطر النار لو خليتيها واطيه بتنزل الميه بتاعتها، واكنك كده اكنك بتسلقي الفراخ، مش بتشوحيها، واحنا عايزينها تتشوح، مش عايزينها تاخد سوا. ده تتشوح كده وهي بتشوح هي بتستوي، عشان ما تنزلش ميتها وتدخلي بقى دي تدخل في مرحله ثانيه بقى كده. نتشوح كده. نعلي عليها النار كده. وطبعا اوعي تنسوني في اللايك والشير. في حد كمان عايز يقول لكم حاجه. يلا حبيبه. انا حبيبه. ممكن اعملوا لايك وشير واشتراك الفيديو وتفعيل الجرس عشان تشوفوا الجديد. دي حبيبه. حبيبه كانت عايزه تقول لكم اعملوا لايك وشير واشتراك. حبيبه هي المشرفه على الاكل النهارده، وهي دي طلباتها النهارده. النهارده قالت لي انا عايزه نجرسكو، يعني قلت لها خلاص انا هعمل لك نجرسكو النهارده. كده خلصناها. بصوا شكلها، بصوا كده تشويحه، بصوا كده منظرها دي عامله ازاي، شايفينها متحمره ازاي. بتجيبوا كده مش احسن كده الاكل كده تغيير كده، الاكلات الخفيفه دي اكلات خفيفه ومغذيه، وطبعا المكونات بتاعتها لوحدها تفتح النفس، تخلي اللي مش عايز ياكل بمنظر الاكل اصلا المكونات. وطبعا الاطفال عارفين طبعا ايه ما بيعجبهمش اكل خالص، بتتحايل عليهم، بس هما لما يشوفوا الحاجات الاكلات دي كده نفسهم هتتفتح لوحدها. كده خلاص اتشوحت. هجيب بقى كده ايه البصلايه، نحط حته كده في النص كده عملنا حته كده في النص، نحط بقى ننزل فيها كده البصله كده، نديها تقليبه كده. البصله نفسها هتتشوح معاها، دي شكلهم يفتح النفس. الطاجن ده كده يخليكي كده، خليكي تقومي على طول تعمليه. وعلى فكره ينفع، بس يعني الخلطه دي تنفع في كده، مش تنفع بس في النجرسكو، لا دي بقى يا سلام بقى لو عيش شامي وتعملوها سندوتشات، يا تبقى روعه كده. نجيب الفلفل نحط عليها كده، وانتوا الفلفل بقى براحتكم بقى، الحامي ده براحتكم، بس هو طبعا بيديها نكهه وبيديها طعم كده. نحط عليها الفلفل الحامي، بصوا القرن الصغنون ده كده، خليه ناخد كده تشويحه. بس انا راسيه بالنفس، مش منظرها كده يفتح النفس، مش منظرها يخليكي تنزلي تجيبي دلوقتي حالا تجيبي فراخ بانيه وتعمليها كده على طول، تعملي نجرسكو بدل ما تحتاري في الاكله كده كل يوم. اكلات خفيفه وبسيطه ومغذيه. صدقيني الاكله اللي انت بتعمليها في اليوم، لما بتعملي مثلا اكله حلوه في يومك بتبقى احساس عيلتك كلها ايه؟ بيبقى كلهم بجد كلهم مبسوطين، تحسين كلهم ايه، كلهم نشاط وحيويه، بتديهم طاقه ايجابيه. على فكره الاكله الحلوه بتدي طاقه ايجابيه جدا. حط بقى كده الزيتون. طبعا انت في حاجه انت هتسالني عليها، انت ما حطيتيش ملح. فعلا انا ما حطيتش ملح. ليه ما حطيتش ملح؟ عشان خاطر الزيتون مالح، وكمان نفسي احط جبنه رومي واحط جبنه موتزاريلا، فكل دي فيها نسبه املاح. وطبعا المكرونه برضو سلقاها وحط عليها ملح، فعشان كده ايه مش هنحتاج ايه ملح. يعني الحاجات المكونات اللي فيها دي تكفي
في الايه تكت الملح اللي موجود فيها. بصوا جمالها. خليكي تقومي دلوقتي حالا تعملوا. بصي بقى على النار سنه كده، ولا تاخدها تشويحه. تعالوا نعمل مع بعض بقى البشاميل سوا مع بعض كده. بقى نبدا نعمل البشاميل سوا. انا هحط ايه شويه زيت. انا مش هحطه سمنه سك، لا، عشان خاطر ما تبقاش تقيله. فانا هحط زيت وعليها بس معلقه سمنه يا دوبك، بس السمنه تديها ايه، تديها طعم كده بس، تيست بس كده. انما سمنه كامله لا. كده السمنه كده. هجيب بقى الدقيق. دي بقى انت حسب ما انت عايزه. انت عايزه مثلا بشاميل كتير، عايزه بشاميل قليل، دي لعبتك، دي انت اللي بتلعبي فيها براحتك. يعني انا حاطه هنا 3 معالق دقيق. كمان انت عايزاه بقى تعملي بشاميل اكتر، انت بتزودي بقى، انت براحتك بقى، بتزودي الدقيق، بتزودي اللبن براحتك، دي لعبتك انت. حط بقى كده، نقول بسم الله. حط الدقيق كده على النار كده دوبك. بص اول ما بص شايفين منظرها، شايفين كده منظرها كده ايه. خلينا نحط اللبن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب كوبايه اللبن الثانيه، نقلبها كده كده. نكمل بقيه اللبن كده كده. منظرها بس مسكت على طول ازاي. بس نخليها على نار عاليه. يعني طبعا انت بالايد بتحطي بيها اللبن، والايد بتقلبي بيها عشان القوام كده كده. بصوا قوامها، بصوا القوام، بصوا طلعت ازاي، شايفينها بقت شبه الكريمه بالظبط كده. خلاص بقى كده حطيناها. بصوا جمالها، بصوا والله، بصوا جمالها، بصوا شايفين تقلها، بصوا التقل، بصوا تقلها اهو اهو، شايفين بشاميل ما حصلش. احط بس عليه كده رشه فلفل اسمر، الاسمر كده اهو. كمان احط يا دوبك شويه جبنه رومي كده صغننين كده، شويه جبنه موتزاريلا كده، واقلبهم معاها. هيخلوا البشاميل ملوش حل. وجربوها وادعولي. تمام كده. خلاص كده البشاميل كده خلص. نبدا بقى نحط الحاجه المكونات بقى على بعضيها. نبدا كده نحط بقى ايه بشاميل، ندهن بيها الصينيه من تحت، شويه بشاميل من تحت كده كده كده. دهنا بيهم كده، حطينا شويه ايه بشاميل. تمام. نبدا بقى نحط هنا المكرونه. طبعا المكرونه نحطها ايه هنا على الخلطه كلها كده، نقلبها كده في بعضيها كلها. بص جمالها، يعني ممكن تتاكل كده كمان. انا من جمالها ما عايزه اخلص واكلها كده.
بس كده قلبناها كده كده كله كده. نحط بقى ايه عليها معلقه بشاميل على المكرونه كده، رشه كده عشان برضو ايه طعم البشاميل يبان كده كده. نقلبها نديها تقليبه كده، هتقلب كده مع بعضيها برضو. بصوا شايفين بتمط ازاي عشان الجبنه الرومي اللي انا حطاها ده بقى. نحطها كده في الصينيه ندوقها كده بسم الله كده. بصوا جمالها، بصوا جمالها، مش منظرها يخليكم تقوموا دلوقتي حالا تجيبوا فراخ كده على طول وتعملوها. بصوا جمالها كده، شايفين منظرها كده. نجيب بقى البشاميل، نحط بقى البشاميل عليها من فوق، نحط بقى البشاميل كده على الوش. بس استنى قبل ما نحط البشاميل انتوا كده نسيتوني حاجه، نحط الجبنه الرومي كده، نرش الجبنه الرومي على المكرونه كده نجرسكو كده. شايفين كده منظرها كده، حطينا الجبنه الرومي كده. نحط بقى كده البشاميل عليها بسم الله. بصوا منظرها، منظر البشاميل شايفين تقله. مش هيخليكم تقوموا حالا تعملوها بدل ما تحتاروا كل يوم في الاكله وتقعدوا تفكروا هنعمل اكله ايه. ادينا بشارككم معايا في الاكلات اللي انا بعملها، وانا لما بشوف اكله انتوا بتنزلوها برضو بجربها والله كده كده. ادينا غطيناها خالص، الصينيه اتغطت كده بالشكل ده كده كده كده. خلاص حطينا عليها البشاميل كله. نحط بقى الجبنه الموتزاريلا على الوش كده كده. بصوا جمالها. انا بغريكوا على فكره عشان تقوموا تعملوها، تقوموا تجربوا الطريقه دي، ولو عجبتكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك والتعليقات الجميله وتفعيل الجرس طبعا كده. نحط بقى ايه، شايفين كده بالذمه كده منظرها مش هيفتح النفس. نحط بقى شويه فلفل كده احمر كده حامي على الوش، يديها لون، يديها شكل حلو وطعم طبعا. تبقى ايه دي كده تمام. ندخلها الفرن بقى واوريها لكم بعد ما تطلع من الفرن كده. حبايبي انا خلصت الصينيه وطلعتها من الفرن. بصوا شايفين جمالها بالذمه كده، مش شكلها يفتح النفس. بصوا خلصت كده خلاص. هقطع حته كده قدامكم واوريها لكم. بصوا شايفين بتعمل ازاي، بصوا جمالها. بصوا جمالها، شايفين شكلها، شايفين شكلها بجد منظرها. بقيت الحته بصوا منظرها زي ما كده، دي مش تفتح نفس كده. شايفين بصوا، انا عايزه اكلكم منها عايزاكم تدوقوها. بصوا جمالها والله ملهاش حل. انا يعني لما بعمل حاجه ببقى زعلانه، عايزاكم تقوموا تعملوها والله وتجربوها، وصدقوني الطعم هيفرق قوي في المكونات اللي انا حطيتها وهتعجبكم جدا. طبعا انا هنا عملت طبعا هنا ايه جنبها بطاطس محمره طبعا ده اساسي، وهنا جنبها هنا بقى طبعا الليمون المخلل. بصوا جمالها، ويا رب يا رب يعجبكم نجرسكم اللي انا عملته. ولو عجبتكم الطريقه ما تنسوش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس والتعليقات الجميله اللي انا بحبها. ودلوقتي ايه هما كلهم هيجننوا عايزين يتغدوا دلوقتي، عايزين يدوقوها من منظرها تمام. وتفضلوا معانا وبالهنا والشفا.